ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ ده اخر وقت لينا في MWC، خلاص هنقول له باي باي، مش هنيجي هنا تاني. كنت عايز بس اعمل لكم زي ريكاب كده او سامرايز للحاجات اللي احنا عملناها في MWC او MWC عامه. يعني شفنا ان كان في اندستريز كتيره او صناعات كتيره حصل لها ازدهار او طفره جامده جدا في MWC. الفي ار مثلا على سبيل المثال، كل الشركات عامله في ار، بمعنى كل الشركات. حتى شركه فورد بتاعت العربيات كانت عامله تجربه لمنتج جديد هيعملوه عن طريق ان انت تخش رحله بالفي ار. حاجه تانية برضو كلاود، شغل الكلاود والحاجات الاونلاين، في كذا شركه عامله شغل جامد جدا على الموضوع ده. احنا دلوقتي خلاص هنمشي من MWC، هنسيب المكان هنا. نتمنى ان احنا التغطيه اللي احنا عملناها تكون عجبتكم، سواء فيديوهات اللي احنا عملناها الهاند زون على الموبايلات او الانطباعات الاوليه اللي احنا عملناها على الموبايلات، او سواء البوستس اللي احنا كنا بننزلها على فيسبوك والارتكلز اللي كان الكونتنت تيم بيعملها. نتمنى انها تكون عجبتكم والصور اللي احنا صورناها تكون عجبتكم، ولسه في حاجات تانية هننزلها على MWC مع الوقت. عايزين بس نشكر في الاخر شركه اوبو على الدعوه الجميله اللي هي عملتها لنا والفرصه اللي هي سمحت لنا بيها ان احنا نكون موجودين السنه دي في MWC اخيرا، ونقدر ان احنا نوصل لكم الفيديوهات والصور والحاجات اللي بتحصل هنا في MWC. وان شاء الله نشوفكم في الايفنت اللي جاي، ان شاء الله IFA. يعني يا رب حد يبعت لنا انفيتيشن على IFA علشان نقدر نعمل كفرج برضو من هناك، او في CS، او يعني ورست كيس سيناريو بقى نشوفكم في MWC 2018. ولو عندكم اي اقتراحات بخصوص الكونتنت اللي احنا ننزلناه او اي حاجه محتاجين ان احنا نحسنها او نعدلها، بليز ابعتوها لنا على الويب سايت بتاعنا او على الفيسبوك بيج بتاعتنا، ونوعدكم ان احنا هنحط الحاجات دي في الاعتبار. شكرا.